ازيكم يا شباب؟ تعالوا كده نتكلم عن مسلسل جعفر العمدة، بما ان مسلسل جعفر العمدة دلوقتي هو الاعلى مشاهدة في رمضان، وهتكلم لحد الحلقة 18 اللي هي اخر حلقة انا وقفت عندها. طب تعالى كده نبتدي بالحاجات اللي عجباني في المسلسل لحد دلوقتي. اول حاجة كده ان جعفر العمدة هو يعتبر اكتر مسلسل في رمضان عارف ينهي لك الحلقة صح او يقفل لك الحلقة صح. عارف كده هو يخليك عايز تتفرج على الحلقة الجديدة على طول بمجرد بس ما القديمة تخلص. ده غير كده برضو ان من ضمن الايجابيات ان المسلسل بيسيب لك بين كل حلقتين سؤال تقعد تفكر فيه، زي مثلا مين اللي ضرب زينة او عايدة في المسلسل، زي ما احنا شفنا وبنسبة كبيرة ممكن تكون وداد، بس هو خلاك تشك. يعني مثلا ما هي ممكن تكون دلال هي اللي عملت كده، ممكن تكون هالة صدقي برضه هي اللي عملت كده. هو عمل لك كده زي لغز وخلاك تفكر في اكتر من حد، بالرغم ان احنا كنا عارفين ان وداد هي اللي عندها الدافع الاكبر ان هي تضرب زينة او تقتل زينة. وكون بقى ان المسلسل كل حلقتين ثلاثة يسيب لك سؤال وناس كتير تتكلم عنه سواء بقى في السوشيال ميديا او حتى في الشارع. ده غير طبعا اهم سؤال في المسلسل واللي ناس كتير عايزه تعرفه من الحلقه الاولى، وهو مين اللي ورا خطف سيف او مين اللي حرض بلال شامه ان هو يخطف سيف. والاسئله دي بقى يا معلم يعتبر هي اللي عامله الترند والتفاعل في المسلسل لحد دلوقتي، ومخليها ناس كتيره جدا مشدوده ان هي تتفرج على المسلسل حلقه بحلقه. بالرغم ان المسلسل كفكره هو فكره بسيطه جدا، وانت اصلا ممكن تكون عارف المسلسل في الاخر هيخلص على ايه، بس برضه هم عارفين ازاي يشدوك ان انت تتابع المسلسل كل حلقه. وحاجه ايجابيه تانية برضه وهي خروج منذر ريحانه من السجن، بعد ما حسوا ان الاحداث ابتدت تبقى ممله وتقع شويه، قاموا مطلعين لك شخصيه شوقي عشان تبتدي تقوم الاحداث من تاني، لان المفترض يعني ان شخصيه شوقي هي دي المين فيلن قصاد البطل اللي هو جعفر العمده. ودي حاجه كويسه برضه، لان هيخلي الناس برضه عايزه تعرف يا ترى جعفر هيعمل ايه بعد ما عرف ان هو شوقي ضرب اخوه وضرب نعيم ابن خاله. طبعا احنا عارفين ودي حاجه اكيد مش محتاجه بحث علمي ان محمد رمضان اول ما يخرج هيمسك شوقي ينزل فيه ضرب، بس في ناس برضه عايزه تشوف الخناقه اللي هتحصل دي. تعال نتكلم برضه من ناحيه الشخصيات. الميزه لحد دلوقتي ان تحس ان كل شخصيه مختلفه عن الثانيه. يمكن لو قلنا بس ان في حاجه وحيده بيتفقوا فيها هي ان محمد رمضان بينزل فيهم كلهم ضرب، غير كده مفيش اي حاجه تانية بيتفقوا فيها خالص. بس بصراحه هالة صدقي دورها حلو جدا في المسلسل. سوريا او مي كساب يمكن من افضل الشخصيات في المسلسل ودورها اتطور جدا عن الاول، ونفس الكلام برضه على منى فضالي وايمان العاصي، بس يمكن على اقل شويه من مي كساب. وطبعا احمد فهيم الراجل لحد دلوقتي عارف يعمل لك اداء تمثيلي جامد، وفي نفس الوقت بيقدم كوميديا كويسه جدا بصراحه. فبصراحه يعني 10 على 10 لحد دلوقتي. بس كده يعتبر ان دي الحاجات اللي عجباني لحد دلوقتي في المسلسل. تعالى بقى نتكلم شويه في الحاجات اللي ما عجبتنيش. بس برضه عايز اوضح حاجه في الاول، عشان تحب مسلسل زي جعفر العمده ده ما تتعاملش معاه على انه قصه حقيقيه او ان الاحداث اللي انت بتشوفها في المسلسل دي واقعيه. ممكن تتفرج عليها على انه قصه اقرب للخيال شويه، لان بديهيا كده مفيش واحد لوحده هيدخل يضرب كل الناس اللي في المسلسل ده اكيد. يعني ده كان في المشهد اللي هو كان بيمسك فيه صادق ده، اللي هو مسك صادق بايده وبيضرب 5 6 بايد تانية، فيعني مش لازم تعتبر قوي كل اللي بيحصل ده بجد او حقيقي يعني. وللصراحه برضه بتبقى فيها افلام اكشن اجنبيه بيحصل فيها نفس النوعيه دي، ان البطل هو اللي بيضرب كل الناس والكلام ده كله والناس بتعديها، فعادي يعني انت ممكن تتعامل مع جعفر العمده كانه حاجه زي دي. لو جينا بقى نتكلم على شخصيه زينه او عايده في المسلسل، لحد دلوقتي بصراحه هو ده اقل دور انا مهتم بيه من ادوار مراتات جعفر العمده. معرفش، ممكن المشكله تكون في كتابه الشخصيه نفسها وبعد كده الشخصيه تتطور او تتحسن مع الوقت. برضه مشكله او سلبيه تانية وهي فكره المط شويه في الاحداث. ممكن نقول كده من الحلقه ال11 او ال12 لحد الحلقه ال17 في مشاهد كتير كده تحسها ملهاش اي لازمه في المسلسل، وفي مشاهد تانية تحس ان كده ان هم زودوها زياده عن اللزوم، يعني ما كانتش مستاهله قوي ان هي تاخد الوقت ده كله. زي مثلا لما جعفر وعايده سافروا لبنان، الثلاث اربع مشاهد اللي ظهروا فيهم في لبنان دولت تحس ان هم طولوا قوي. كان ممكن تختصر لنا الثلاث اربع مشاهد دول في مشهد واحد وبرضه كنا هنفهم اللي انت عايز توصله. واخر حاجه هي مش سلبيه، بس انا عايز ان شخصيه احمد فهيم يعني مش هقول لك تتغير، بس على الاقل تتطور شويه عن كده، لان انت كمشاهد تحس ان دوره كله على بعضه كده مجرد ردة فعل، وردة فعل ضعيفه جدا كمان. بس كده يعتبر ده كل اللي عندي عن مسلسل جعفر العمده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.